تحياتي والسلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناتي المحلل الرياضي. برشلونة يخرج من بطولة دوري ابطال اوروبا على يد اتلتيكو مدريد بعد فوزه ذهابا وايابا بنتيجة 3-2. ولكن برشلونة فعل المستحيل امام اتلتيكو مدريد اليوم. برشلونة تقدم في هدفين باول 30 دقيقة. قدم شوط اول وحتى ممكن نقول نصف شوط تاني ولا أروع من هيك. بالمجمل برشلونة ذهابا وإيابا كان أفضل من أتلتيكو مدريد بمراحل كبيرة جدا جدا. وأضف إلى ذلك أنه أتلتيكو مدريد من لمستين ثلاثة بقدر يسجل عليك هدف. اليوم كان برشلونة المباراة بعنوان الروح والشخصية والعودة الرومنتادا. لازم اليوم برشلونة يخرج من الشوط الأول على أقل تقدير بنتيجة 4-0 بهي الشوط الأول بالتحديد، لأنه فعل كل شيء برشلونة في الشوط الأول. وأضف إلى ذلك أنه دفاع أتلتيكو مدريد كان في بداية المباراة أو أول 30 دقيقة فينا نقول أنه كان مرتبك. وأيضا اللي برد المباراة او اللي برد الشوط إن كان من الشوط الاول والشوط الثاني هي لقطة فيرمين لوبيز باصابته. تقريبا وقفت المباراة تقريبا لمدة 3 دقائق، بين 3 دقائق الى 5 دقائق. واضف الى ذلك الى مدافع اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني كمان وقفت المباراة، وبين الرجوع الى الفار وما الى ذلك. لكن انك انت يا هانز فليك ويا برشلونة تطلع من مواجهتين الذهاب والإياب بأخطاء تحكيمية وبطردين سواء بالذهاب وبالإياب، وبتطلع بفارق هدف واحد، فأنت ترفع لك القبعة يا هانز فليك بما تفعله مع نادي برشلونة. لو كان غير مدرب غير هانز فليك صدقني كان تشرشح برشلونة وتهنزل برشلونة. اليوم لامين يامال فعل كل شيء لكي يؤهل برشلونة إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد للمرة الثالثة على التوالي يخرج برشلونة من دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. لكن اللي بأهرك أكثر من هيك إنه أسهل من هيك طريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. اشتم يا هانز فليك، اشتم يا برشلونة، اشتم يا مدافعين برشلونة، اشتم يا لاعبين برشلونة. شو تم؟ شو تم؟ يعني السينيوريهات اللي بتحصل مع نادي برشلونة غريبة عجيبة، الطرود اللي بتحصل مع نادي برشلونة غريبة عجيبة. البقرك أكتر شيء، يعني في شيء عن جد بقهر. يعني اليوم هلا أنا باعتقادي، أنا بنزل هلا بدي أحكي أنا بوجهة نظري، أنا هلا كاسمي نور سويد ومحلل رياضي، أنا كلقطة إيريك جارسيا هي ما تستحق الطرد. ليش؟ لأنه كوندي كان قريب على سورلوس وسورلوس بطيء، لكن الحكم ايش اتاخد فيها انه قرر فيها لقطة حمراء. مستغرب انا عن جد. يعني ان كان في مباراة الذهاب كوبارسي، وان كان قبل الموسم الماضي اروخو امام باريس سان جيرمان، مع على العلم من تفوق برشلونة على باريس سان جيرمان، وبيجي كوبارسي المباراة الماضية بيجي عندك إيريك جارسيا امام بنفيكا. في عدة سيناريوهات غريبة عجيبة. يعني اليوم مثل إيريك جارسيا يا اخي عيفه يعدي، ايش بدي اسوي؟ ايش بدي اخليه سجل جول؟ بتحسن انت بكونك 10 11 لاعب مثل ما سجلت الهدفين بتحسن بتعود بالنتيجه. لكن ما بعرف، في شيء غريب. لكن الاخطاء ما من المدرب. انا واثق ان المدرب هانز فليك ما بقول لهم للاعبين فشكله عرقله او لا تخليه يعدي. عدي لك في حارس، في شيء اسمه حارس يا جماعه. بغض النظر عن اسم الحارس ومين ما كان يكون، بس في شيء اسمه حارس موجود. ما بعرف، يعني عن جد شي بقهر. كل موسم نفس السيناريو، كل موسم نفس السيناريو، كل موسم نفس السيناريو. الموسم الماضي الاخطاء التحكيميه امام انتر ميلان، والخطأ التحكيمي اللي صار على جيرارد مارتن اللي ما انحسب، والاخطاء التحكيميه اللي صارت بمباراه الذهاب امام اتلتيكو مدريد، سواء ركله جزاء ما انحسبت بلمسه اليد عند الحارس. شو بدي عد لعد سيناريوهات عجيبه غريبه، بتحس انه التحكيم كله ضد برشلونه. بغض النظر كانت اللقطه صحيحه ما هي صحيحه عفوا، بغض النظر يعني في شيء امور غريبه عجيبه بتحصل بنادي برشلونه وبتحصل مع الحكام. بتحسن واقفين الحكام على شعراي على نكشه مع نادي برشلونه ومع لعيبه نادي برشلونه. ما بعرف ليه.
والله والله واللي اسمه هو الله لا يستحق ركلة الجزاء. لا تبعيد كوبارسي ولا تبعيد إيريك جارسيا، ولكن الحق ما هو على الحكم، الحق على الحمار إيريك جارسيا، ولو واحد قل الأدب. لكن هذا أنا بسميه حمار، لأنه مو معقول إنه أنت تعيد السيناريو نفسه، بتكرر السيناريو نفسه. لكن أنا فخور بشيء واحد، وهو فخور بنادي برشلونة، فخور بمدربي هانز فليك بما قدمه بمباراة الذهاب والإياب، وأنك تخرج على يد أتلتيكو مدريد بفارق هدف واحد فقط، فأنت ترفع لك القبعة، وترفع القبعة أيضا للامين يامال. ولكن انا باعتقادي انه هانز فليك اخطا باخراج داني اولمو وفيران توريس. انا برايي كان لازم يخرج احد من لاعبين خطوط الوسط. كان مثلا اخرج فيرمين لوبيز لكي يكون بدلا من ليفاندوسكي. ومثلا وطلع لك واحد قبل الطلع، عم بحكي على تبديلات هانز فليك، وطلع لك واحد من الاظهره او من الدفاع، ولعب متقدم. عرفت شلون؟ العاب متقدم لابد من انه تزبط معك وتجيب التعادل. برشلونه كان قريب من تسجيل هدف ثالث في اي لحظه من المباراة. يعني برشلونة بتحسه انه كان قريب جدا جدا من تسجيل هدف ثالث، ان كان في الشوط الاول وان كان في الشوط الثاني. هارد لك لعشاق برشلونة، والف مبروك لعشاق اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد اللي ميزه عن ريال مدريد وبرشلونة هي دكة الاحتياط اللي عنده. يا جماعة، اتلتيكو مدريد صاير مثل ارسنال، عنده في كل مركز لاعبين، يعني تشكيلتين. شوف انت ايش عم بلعب بالدوري، عم بلعب بالدوري بأريحية تامة. يعني تصور انه انت اتلتيكو مدريد عم ينزل بمباراة الدوري امام اشبيلية بتشكيل الثاني والثالثة. تصور يا رعاك الله، تصور. وتصور فليك ما عنده لاعبين الكافيين لكي يقوم بمداورة امام مين؟ امام اسبانيول. تصور انت يعني. فتخيل يا رعاك الله، تخيل انت الوضع برشلونة ووضع اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد هلا الخطة، إدارة نادي اتلتيكو مدريد اعطت الضوء الاخضر لدييغو سيميوني باشراك البدلاء او التشكيلة الثانية والثالثة بما تبقى من مباريات الدوري الاسباني في هذا الموسم. يعني تصور تركيزهم وين؟ على كأس الملك، وتركيزهم على دوري ابطال اوروبا. وللامانة الفريقين استحقوا التأهل إلى دور نصف النهائي، إن كان برشلونة وإن كان أتلتيكو مدريد. استحقوا الطرفين التأهل إلى دور نصف النهائي. ولكن كما قلنا في الفيديو السابق، تفاصيل صغيرة هي التي تخرجك من البطولة. للأمانة هانز فليك بحاجة لصفقات، بحاجة إلى مهاجم، بحاجة إلى جناح أيسر، بحاجة إلى أظهرة بدلا من كوندي وبدلا من بالدي. هذا بالدي ليش؟ لانه بالدي ليش ما اشركه بدلا من كانسيلو؟ لانه بالدي سيء هجوميا وسيء دفاعيا، يعني ما في تطور لبالدي. يعني نوعا ما مين عندك؟ كوندي، يعني بين تراجع مستوى وبرجع بعود لمستوى، يعني هيك وهيك. ولكن المعيب ب جواو كانسيلو هو ضعف الدفاعي. يعني شوف هلا انت منين اجى الهدف؟ اجى الهدف من جهة جواو كانسيلو، تمام. الضعف الثاني بعدم مراقبة لوكمان من طرف كوندي. لو جواو كانسيلو عرف يراقب موضوع، اللهم صل على النبي، موضوع لورنتي، ما كان وصل لمرحلة انه يعرض الى لوكمان ولوكمان يسجل هدف ضمان التأهل الى دور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا. بصراحة ترفع القبعة لدييغو سيميوني على ما قدمه في دوري ابطال اوروبا، وصفقة لوكمان الفارقة مع نادي اتلتيكو مدريد، والصفقات اللي عملها اتلتيكو مدريد صفقات غيرت موسم اتلتيكو مدريد، بالاخص بالنصف الثاني من الموسم الجاري. لذلك هارد لك لعشاق برشلونة،
وألف مبروك لعشاق أتلتيكو مدريد على التأهل يعني اللي يستحق مثل ما بقولوا. يعني تأهل أتلتيكو مدريد مستحق، وإن كان برشلونة تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب أتلتيكو مدريد كمان بيستحق. على كل أحوال، هاي السنة والسنة الماضية برشلونة خرج بأخطاء تحكيمية، وبالأخص بمباراة الذهاب حرمت برشلونة من ركلة جزاء، وحرمت برشلونة من تخليص الفارق ما بينه وبين أتلتيكو مدريد. على الأقل اليوم بهاي النتيجة كان لازم تروح لأشواط إضافية، أو يتغير سيناريو المباراة بشكل كامل، لأنه كان الفارق على الأقل لو أنت تجي على ملعب أتلتيكو مدريد وأنت معك بفارق هدف واحد، فاحتمالية عمل الرومنتادا بشكل كبير جدا جدا. وبالإضافة أيضا إلى كل ذلك، أنه أنت تجي على ملعب أتلتيكو مدريد وتقدم هذا الأداء الجنوني، وأنت كنت قريب من أنه قريب من التأهل إلى دور نصف النهائي بتسجيلك لأكثر من هدفين وثلاثة وأربعة. ممكن كانت على ارتباك مدافعين أتلتيكو مدريد كان ممكن توصل لي تقريبا إلى أربعة خمسة أهداف بين الشوط الأول والشوط الثاني. 6 مواجهات ما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. برشلونة فاز ب5 مواجهات، سواء على أرض برشلونة وسواء على أرض أتلتيكو مدريد، باستثناء مباراة واحدة، وهي مباراة الكأس ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي فاز فيها أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0. وأضيف إلى ذلك برشلونة عاد الانتصار على أتلتيكو مدريد بأرض برشلونة الكامب نو بنتيجة 3-0، وبات أيضا قريبا من عمل رومنتادا أمام أتلتيكو مدريد، ولكن صلابة دفاع أتلتيكو مدريد ضمنت تأهله إلى دور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. واليوم أتلتيكو مدريد يعيد تكرار سيناريو السيناريو كأس ملك إسبانيا. صحيح، عفوا، لعبت 6 مباريات بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. فاز برشلونة ب4 مباريات، وأتلتيكو مدريد فاز بمباراة كأس سوبر كأس ملك إسباني بنتيجة 4-0، وفاز في الكامنو لأول مرة منذ عام 2006 بنتيجة 2-0 في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. يعني الفارق شاسع واسع ما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. وعلى الرغم من نقص دكة برشلونة، وعلى الرغم من وجود جودة لاعبين أقوياء ينافسوا أندية أوروبا، إلا أن برشلونة كان ندا لند مع نادي أتلتيكو مدريد. لكن أتلتيكو مدريد ب4 ضربات جاب برشلونة وتأهل على حسابه إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. على كل الأحوال نطوي صفحة دوري أبطال أوروبا، والأهم من ذلك أنه برشلونة ضمن هذا الموسم موسمين، عفوا بطولتين، وهي بطولة كأس السوبر الإسبانية وبطولة الدوري الإسباني على حساب نادي ريال مدريد الإسباني، مع تبقي مباراة الكلاسيكو. ومن الممكن أن يتسع الفارق إلى 12 نقطة ما بين الفريقين في حال برشلونة فاز في كل مبارياته مع مباراة الكلاسيكو. هارد لك لعشاق برشلونة، والف مبروك لعشاق اتلتيكو مدريد. وانتم اليوم احكوا لي رايكم في التعليقات، كيف كان اداء برشلونة اليوم امام اتلتيكو مدريد؟ وهل هنالك اخطاء تحكيمية سواء بمباراة الذهاب والاياب؟ شاركونا آرائكم في التعليقات. إن كنت تشاهدني لأول مرة لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. خلينا نوصل 10000 متابع. التفاعل مع الفيديو يا شباب مهم جدا جدا جدا. دمتم في رعاية الله وحفظه.